السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وأخبار وكواليس مهمة في نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي. ولكن في البداية رجالة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. ويلا بينا على طول على أولى الأخبار والكواليس اللي موجودة في حلقة النهاردة. امبارح بفضل الله سبحانه وتعالى وارجع للفيديو قلت لك ان هيتم نقل مباراة نادي الزمالك من استاد هيئة قناة السويس في المباراة المقبلة أمام فاركو إلى استاد السلام. والنهاردة الكلام اللي احنا قلناه امبارح النهاردة اتحقق بشكل رسمي ورسميا. لجنة المسابقات بعتت خطاب رسمي لنادي الزمالك أبلغته بنقل المباراة رسميا. يعني مباراة الزمالك اللي جاية هتكون يوم الثلاث الساعة 9 مساء، كانت في استاد قناة السويس، بقت في استاد السلام. طيب، رد المسؤولين في نادي الزمالك ايه؟ زعلانين، مبسوطين؟ ايه الوضع بالنسبه لهم؟ الامور عاديه. ليه عاديه؟ لسببين. الاول ان ارضيه الملعب بتاعت استاد السلام ارضيه محترمه، ارضيه كويسه، يمكن من افضل الارضيات اللي موجوده حاليا في مصر، لان لسه مجددين الارضيه بتاعت استاد السلام. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان استاد السلام قريب على الجمهور من استاد هيئه قناه السويس، علشان كده جمهور الزمالك في الماتش بتاع فيوتشر امبارح ما كانش العدد او نفس العدد اللي كان موجود في مباراه ايه؟ مباراه المقاولين. ليه؟ لان المسافه بعيده، فعشان كده الدنيا ايه؟ يعني كويسه بالنسبه للزمالك. كمان يانيك فيريرا لما وروه ارضيه الملعب قال لك ارضيه كويسه وما عندناش اي مشكله. فالناس في نادي الزمالك ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش اي مشكله من نقل المباراه من ملعب هيئه قناه السويس لملعب السلام. خلاص يا رجاله، خلاص. خليني اتكلم معاكم واقول لكم، طبعا النهارده انتوا عارفين ان نادي الزمالك استأنف تدريباته بدون راحه. والنهارده في تدريب الزمالك بعد المكسب امام فيوتشر امبارح، يانيك فيريرا كان ليه تصريحات مهمه جدا جدا، والتصريحات دي قالها الموقع الرسمي للزمالك. قال لك المدرب اشاد باداء اللاعبين خلال لقاء مدن ووجه لهم التهنئه. طلب من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات وضرورة التركيز. شرح للاعبين بعض الأمور الفنية في مباراة مدن الأخيرة. تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات. ده كلام الراجل. خليني أقول لك إن الراجل يعني اشتغل على اللاعبين للموضوع البدني، لأن الناس كلها اتكلمت في الموضوع ده. واحنا هنا بفضل الله بعد المباراة مباشرة برضو اتكلمنا على الموضوع البدني بتاع اللعيبة، وان اللعيبه امبارح كانت واقعه بدنيا. يعني الناس في الزمالك اتكلموا برضه في النقطه دي، وكان في تعليمات لمخطط الاحمال على ضروره رفع المعدلات البدنيه والاهتمام بالمعدل البدني للاعبين خلال الفتره اللي جايه، لان مش في واحد بس اللي واقع بدنيا، ده الفرقه كلها. يعني حتى اللي بينزل تغيير او حتى يعني اللي يبقى نازل تغيير في اخر ربع ساعه بتلاقيه نازل واقع بدنيا. فعشان كده الراجل يعني هيتم طلب تم رفع المعدلات البدنيه للاعبين. خليني اقول لك على مفاجاه مدويه، مفاجاه من العيار الثقيل. ايه دي يا باشا؟ في احاديث في نادي الزمالك داخل مجلس الاداره ان يعني إن الناس في نادي الزمالك عايزين يعملوا انشاء شركة كرة القدم، ويعرض تعديل نسبة الاستحواذ للمستثمرين لتكون 51% على الجمعية العمومية بعد قرار تعديلات قانون الرياضة. فهذا الأمر طبعا يعني مهم جدا. فالناس في نادي الزمالك بعد التعديل في قانون الرياضة يسمح لنادي الزمالك انه يعمل كده. فنادي الزمالك بيفكر وبيدرس انه يبقى فيه شركة كورة، وان يبقى نادي الزمالك فيه رجال اعمال او مستثمرين سواء مصريين او خليجيين والكلام ده كله. طبعا لو مصريين ممدوح عباس، محمود الجمال، مع حفظ القاب للجميع. ولو خليجيين عندك ناس كتير تتمنى تكون موجود فيها ايه او تمسك نادي الزمالك. طب لو الموضوع ده حصل يحصل ايه؟ اول هام هيحصل ان هتسدد جميع ديونك. هيحصل ان انت هتجيب لعيبه على افضل مستوى. تمام؟ مش الكسر اللي احنا من، لا، يبقى انت تروح لكواليتي بعيد خالص عن اللي موجود دلوقتي. تمام يا جماعه؟ فالزمالك بيدرس كده وبشكل قوي جدا جدا. اكتب لي في الكومنتات وقول لي هل انت شايف ان نادي الزمالك يعمل كده ولا ما يعملش كده؟ تمام.
برضو خليني اتكلم برضو معاكم يا رجاله، واتكلم معاكم واقول لكم على مفاجآت مزلزله لسه موجوده معانا. ايه يا باشا؟ يانيك فيريرا مصدوم. ركز لما بقول لك معلومه، خليك واثق من اللي انا بقوله. يانيك فيريرا مصدوم من مهاجمي الزمالك، لدرجه ان هو مش قادر يقول لك مثلا انا ده رقم واحد بالنسبه لي، او ده رقم اثنين، او ده رقم ثلاثه. هو كان مرتبهم ان عدي الدباغ رقم واحد، ناصر منسي اثنين، عمرو ناصر ثلاثه، الجزيري اربعه. بعد ما الراجل خاض 3 مباريات، اكتشف ان لغايه الان، لغايه اللحظه دي، مفيش مهاجم قادر يقنع الراجل. مفيش مهاجم من اللي انا قلتهم لك دول قادر يقول لك يعني انا اوسع يا جدع، ده انا رقم واحد في الفريق. فالراجل لسه مش عارف يعمل ايه، لدرجه ان هو من الوارد وبيدرس وبقوه ان الماتش اللي جاي يستبعد ناصر منسي ويرجع سيف الدين الجزيري من تاني. نعم، اه والله. شفت الراجل بيدرس ايه؟ ان هو يستبعد ناصر منسي ويضم سيف الدين الجزيري. وعلى فكره عدي الدباغ هياخد فرصه تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. يعني عشان ما حدش يقول لك انتوا بتحكموا بدري على عدي، لا، هياخد فرصته كامله مكمله مع الراجل الفتره اللي جايه. فانما انا بقول لك معلومه لغايه دلوقتي مش يعني فين مهاجم الزمالك الهداف؟ فين المهاجم الوحش؟ مفيش. فده يعني مشكله عند الراجل بالنسبه لنادي الزمالك. فالراجل بيدرس ان الماتش اللي جاي وبقوه يكون موجود معاك مين؟ يكون موجود معاك الاخ سيف الدين الجزيري. تعال اقول لك على خبر انفراد. ما اعرفش اقول الاسم ولا يعني مش عارف اقول ولا ما اقولش. طيب هقول لك بس المعلومه. في لاعب في نادي الزمالك في يناير اللي جاي ده يحق ليه التوقيع لاي نادي. اللاعب ده اتم اتفاقاته كلها مع نادي استثماري في مصر. في لاعب عندنا لعب معانا من غير ما نلف ولا ما ندور، هنلف وندور. احمد حمدي. احمد حمدي يعني اتفق على كل تفاصيله مع نادي بيراميدز. واحمد حمدي يعني المعلومه دي وصلت للناس في نادي الزمالك، وانا عايز اقول لك خبر مؤكد 100%. احمد حمدي مش مصاب. نعم، احمد حمدي مش مصاب. ويانيك فيريرا قال كده في المؤتمر الصحفي، وانا بقول لك معلومه مؤكده 100%. ولما بقول لك مؤكده خليك واثق من معلومتي. احمد حمدي مش مصاب. وقصه ان احمد حمدي جاله شد وهيتعمل له اشعه، طيب ماشي. انا منتظر الناس في نادي الزمالك يقولوا لي احمد حمدي اصابته عباره عن ايه، يعني يطلع طبيب الزمالك او الموقع الرسمي للنادي يقول لي اصابه اللاعب ده ايه وهيغيب قد ايه. وانا بقول لك الكلام ده مش هيحصل. نعم، الكلام ده مش هيحصل لانه اساسا مش مصاب. طب خد التقيله بقى. احمد حمدي في اخر تدريبه لنادي الزمالك، تاني احمد حمدي في اخر تدريب لنادي الزمالك، كان الراجل عامل تقسيمه للفرق، يعني عامل تقسيمه على مجموعتين. واحمد حمدي وسيف الدين الجزيري كانوا خارج التقسيمتين. الراجل اللي لعب ده معاه في التقسيمه دي ولا ده؟ يعني احمد حمدي والجزيري كان خارج التقسيمتين. واحمد حمدي في التقسيمه الاخيره كان بيتدرب في الجيم. فين بقى الاصابه العضليه اللي جات له يا باشا؟ واحد يقول لي انت بتهبد يا عم. انا بص، حلقه بالليل هجيب لك دليل ان شاء الله ان احمد حمدي مش مصاب. يا احمد حمدي الناس في نادي الزمالك لما عرفوا ان هو بيتكلم وبيتفاوض وبيتكلم مع ارقام مع ممدوح عيد، فالزمالك قال لك لا، وانا العبك وارجعك للفورمه وانت تروح لي بيراميدز؟ لا. فخليك بس ايه واثق من المعلومه اللي احنا بنقولها لك دي، لان جون ادوارد بيحكم باحكامه في نادي الزمالك. فاتمنى نادي الزمالك يقول لي اصابه احمد حمدي هتغيب قد ايه، هو يقعد قد كام يوم غايب. مش انتوا قلتوا لنا او المدرب في المؤتمر الصحفي امبارح قال ان هو عنده شد عضلي؟ ماشي. وقلتوا هتعملوا فحوصات طبيه النهارده عليه؟ ماشي. قول لي النهارده الفحوصات اللي انت عملتها نتيجتها ايه، واصابته هيغيب كام يوم عننا؟ قول لنا بقى. طيب لو ما هو اتصاب معاك امبارح او اول امبارح، الماتش اللي قبله كان فين؟ والماتش اللي قبله كان فين؟ احنا لعبنا 3 ماتشات. طيب الماتش بتاع امبارح ده كان مصاب، ماشي. اللي قبله بتاع المقاولين كان فين؟ وبتاع سيراميكا كان فين؟
فده بالنسبه للقصه بتاعت احمد حمدي. آه الاهلاويه عمالين يشيروا حاجه كده، ان زوجة سيف الدين الجزيري يعني راحت منزله بوست بالانجلش كده، وكتبت وقالت ايه عليه؟ سامسونج برو ماكس. سامسونج برو ماكس. طيب الكلام ده اتفسر ازاي؟ اتفسر ان هي بتلقح على عدي الدباغ ان هو سامسونج، بس سامسونج برو ماكس، يعني بترمي انه على اللاعب سامسونج اكينيولا. فهي بتقول لك اصلا ده سامسونج بس ده برو ماكس. فبتتريق، يعني هو ده اللي انتوا بتستبعدوا الجزيري عشانه؟ فالاهلاويه عمالين يشيروا وعمالين يهجصوا، واخد بالك، واحتفالات وافراح وحكايه ايه، حاجات غريبه بتحصل، يعني حاجات غريبه بتحصل. خليني اقول لك ان النادي الاهلي عنده ازمتين في قمه الصعوبه. الازمه الاولى في الفرع بتاع النادي الجديد بتاعه، حتى الان الناس موقفين شغل بعد ما طلع احمد شوبير من غير ما يقصد فضحهم هناك. طبعا الاهلاويه طلعوا ينفوا والشركه بتنفي والاهلي ينفوا زي ما ينفوا، ولكن العمل متوقف حاليا بسبب الصخور اللي موجوده في ارض النادي. ولغايه دلوقتي بيحاولوا يلاقوا اي حل عشان يشوفوا يعني اي حل للموضوع ده. ولكن حتى الان الشغل واقف هناك في الفرع او في الاستاد، والدنيا بايظه معاهم هناك. هم عايزين يطرمخوا على الموضوع او يداروا على الموضوع لغايه لما يلاقوا فيه حل، يلاقوا اي حل كده ايه مناسب للنادي الاهلي. يعني يقول لك يلاقوا ايه اي حل مناسب بالنسبه للنادي الاهلي يعني. انما الدنيا ايه، حرفيا الدنيا بايظه عندهم، والدنيا مش افضل حاجه هنا. فده بالنسبه للنادي الاهلي والصدمه بتاعتهم. ولو طبعا الاعلام بيطلع يقول لك ما فيش حاجه والدنيا زي الفل. طب ما شوبير هو اللي فضح الدنيا، هو احنا اللي قلنا؟ ما شوبير اللي فضح، ما شوبير اللي خرب الدنيا معاكم. طيب خليني اقول لك ان اليو ديانج ماشي على طريق احمد عبد القادر. اليو ديانج يعني في شهر يناير اللي جاي، يعني بعد 90 يوم بالظبط، بعد 3 شهور، اليو ديانج يحق ليه التوقيع مع اي نادي خارج مصر او داخل مصر. دي حاجه ترجع له هو. انما اليو ديانج يا صديقي الغالي مش عايز يكمل في الاهلي، هو رافض ان هو يكمل. والاهلي المبلغ اللي عرضه عليه مبلغ ضعيف جدا جدا، واليو ديانج متضايق خصوصا بعد استبعاده من المباراه بتاعت فيوتشر والصدمه بتاعت المباراه يعني. فقالوا ديانج على طريقه احمد عبد القادر، وان شاء الله يمشي ويريحهم ويريح الدنيا بحالها يعني. خليني اتكلم واروح بيك بالنسبه لفرع اكتوبر والارض بتاعت الزمالك اللي بيحصل فيها حاليا. طيب خليني اقول لك على حاجه. الناس في نادي الزمالك زي ما قلت لك ان المفروض النهارده في جواب هيطلع من وزاره الاسكان. الناس في نادي الزمالك بيستعجلوا الجواب ده وبيستعجلوا الموافقه، ولكن حتى الان لسه الموافقه ما طلعتش من وزاره الاسكان ولا من معالي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وخليني اقول لك على حاجه. نادي الزمالك يعني مستني الموافقه بفارغ الصبر، لان عايز اقول لك على حاجه. لا قدر الله الموضوع ما مشيش او الموضوع اتعطل، هيبقى في كوارث في الزمالك. مش في فرق بين مشاكل وفي فرق بين كوارث. هيبقى في كوارث حرفيا دخل الزمالك بمعنى كلمة كوارث. فنادي الزمالك بيأكد ان الموضوع ان شاء الله هيتحل، وان الموضوع هيخلص خلال الساعات اللي جاية بإذن الله. تمام يا رجالة؟ تمام. طيب عايز اتكلم معاكم واقول لكم بالنسبة للاعب بارون اوشينك، اللاعب الكيني. آه، مصدر مهم جدا جدا من داخل الزمالك لما سألنا النهارده هل اللاعب تم قيده في نادي الزمالك، قولا واحدا قال لك اللاعب قيده رسميا لا، انما احنا في يعني مفاوضات متقدمه مع الاتحاد المصري عشان نأيد اللاعب. احنا كنا كده اصلا حاجزين له مكانه، واللاعب اساسا يعني يعتبر هو فري ومفيش اي مشكله في التعاقد معاه. فنادي الزمالك مستني يحصل على الموافقه النهائيه من الاتحاد المصري من اجل قيد اللاعب. لان في ناس بعتت لي ان الاستاذ صبحي عبد السلام الراجل المحترم ليه مننا كل التقدير والاحترام اتكلم على قناته على السوشيال وقال ان اللاعب تم قيده مع نادي الزمالك وان هو يكون موجود مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه في المباريات والكلام ده. مع احترامنا الكامل لمصادره واخباره، هو راجل محترم، ولكن انا بقول لك الكلام ده غير صحيح ابدا حتى الان.
ما اعرفش بكره في ايه، ما اعرفش بعد ساعه في ايه، ولكن حتى الان اللاعب لم يقيد. عارف يعني ايه يقيد؟ يعني يبقى على السيستم بتاع الزمالك، يعني يبقى موجود في القائمه، يعني الزمالك يعلن الكلام ده. حتى الان يعني ما حصلش، في مفاوضات وقريب والكلام ده كله، ولكن الى الان لسه ما فيش حاجه رسميه بخصوص الموضوع ده. فنتمنى الخير طبعا للزمالك، وان شاء الله القادم يكون افضل. اخر حاجه اتكلم معاكم فيها بالنسبه ل الكابتن اكرام. الكابتن اكرام الشحات والد شريف اكرامي لاعب بيراميدز، مع احترامنا الكامل يعني انا ما اعرفش هو بيطلع في قناه ام بي سي مصر، هل هو بيطلع محلل ولا بيطلع واخد القعده عنده وخلاص؟ تحس ان هو بيعاند نفسه وخلاص. قال لك ايه الراجل كابتن اكرامي؟ قال لك مش يعني مش مقتنع باخوان الفينا ولا بشيكو بنزا والهدفين خطأ ابو جبل. مش مقتنع باللاعب اخوان الفينا ولا بشيكو بنزا والهدفين خطأ محمد ابو جبل. طيب سؤال لحضرتك، يعني اخوان الفينا ده مش يعني قول لي مثلا انا مش مقتنع بيه عشان بطيء، عشان مش مهاري، عشان مش كواليتي عالي؟ قول لنا يعني انت مش مقتنع بيه ليه؟ ولا هو كلام في الهوا وخلاص مع احترامنا لشخصك؟ ده اخوان الفينا مش احنا كزملكاويه، انتوا كاهلاويه باستثنائك انت، كل النقاد والمحللين والكابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن علاء ميهوب، كل الناس بتقول لك ان اللاعب ده كواليتي عالي جدا، مهاري وخفيف وسريع، برازيلي اصلي. وبعدين الهدف اللي جابه في محمد ابو جبل الاولاني ده غلطه ابو جبل؟ طب سؤال، لو ابنك اكرام اللي كان واقف كان هيعرف يجيبها؟ ان هو يروح من زاويه ميته ويروح ويقطم في النص ويعدي من اول واحد وبشماله يشوطها في الناحيه الثانيه في في بطن الشبكه، في بطن الشبكه في اليمين، كان ابنك يعرف يجيبها مثلا؟ طيب لا هقول انت مثلا مش مقتنع بالهدف الثاني وخبطت في ابو جبل مثلا وغلطه ابو جبل، طب الهدف الاول مين كان يقدر يصد الهدف ده؟ طب سؤال لحضرتك، يعني زيزو اللي انتوا واخدينه من الزمالك، هل زيزو اللي انت بتقول لك اللي انت عمال تقول ده لا يقارن بحد في مصر، اللي يعني يقول لك ده بيقول لك لا، ان لو عايز تقارن قارن اخوان الفينا بشيكابالا، لان احمد سيد زيزو مش مركزه الجناح اليمين، امال مركزه يا كابتن اكرام مدافع؟ يعني زيزو ده بيلعب مدافع مثلا؟ فهتقول لي لا لا يقارن يعني؟ يا كابتن اكرامي مع احترامنا الكامل ليك انت شكلك نسيت الكوره، ده زيزو ما بيعرفش يعدي من واحد على ربع فرخه، لو فرخه داخله عليه ما بيعرفش يعدي منها. زيزو كل حياته عرضيات وضربات جزاء، وانتوا اللي كنتوا بتقولوا عليه كده لما كان في الزمالك مش احنا. طيب سؤال بس، هو لعب معاك كم مباراه وديه ورسميه سجل غير هدفين؟ لا. طب عدى من واحد على واحد؟ لا، هو كل حياته درجن وخلاص في الملعب يعني. كابتن احمد سليمان رد عليه وقال له شيكو بينزا عنده مهارات فرديه كبيره، والفين رقص لاعب مودرن ووداه في حته تانية يعني. طبعا كابتن احمد سليمان مع احترامنا ما عرفش يرد عليه، لان لو كان عارف يرد عليه كان قال له مين في النادي الاهلي في مهارات اللاعب اخوان الفينا؟ مين في الاهلي في مهارات اللاعب اخوان الفينا؟ هل اشرف داري المدافع؟ طب هل اشرف بن شرقي؟ طب هل اللاعب المونتينيجري ولا مش عارف ايه اللي انتوا جايبينه اللي هو الجراد ياشار اللي ما بيعرفش يباصي؟ ربنا يهدي الناس يعني، وان شاء الله القادم يكون افضل للزمالك. وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. شكرا لكم، السلام عليكم.